في الأول لازم تعرف إن قصتنا حقيقية عن زوجة مثلت على جوزها دور الحب والإخلاص، وبعد ما خانته قتلته وبات في قلبها الإحساس. فيا ريت ما ننساش نصلي على النبي وندعي ربنا ينصر أهل غزة. بيبدأ فيلمنا مع كريس ومراته ميرا. كريس صحي الصبح من النوم على رن التليفون، ولقى اللي بيكلمه بيقول له انه موظف التأمينات، وان بلوزة التأمين على الحياة اللي هو مقدمها اتوافق عليها ومحتاجين بقية المستندات ومعاهم تقاريره الطبية، وانه لازم يروح يسلم المستندات المكتب ويمضي على الموافقة. وصحيت ميرا وسمعت كلامه وقالت له بوليس التأمين على الحياة ايه؟ ربنا ما يحرمناش منك. قال لها لو حصل لي حاجة في المستقبل عايز اموت وانا مطمن عليكي. قالت له ما تقولش كده لحسن ازعل منك. شايفين الحنية؟ وراح المكتب قابل المدير ويسلم الأوراق اللي ناقصة، لكن المدير كان مستغرب جدا لأن كريس رافع تمن البوليصة وده هيرفع سعر الأقساط، والمدير قال له إحنا ممكن ننزل في البوليصة شوية علشان تعرف تدفع الأقساط وما تأخرهاش، لكن كريس رفض ينزلها ومضى على الورق. وروح البيت وكانت ميرا بتتكلم في التليفون، وفضل يخبط على الباب وكان متضايق جدا ان ميرا اتاخرت، ولما فتحت زعق لها وقال لها كنت بتعملي ايه كل ده؟ قالت له كنت بكلم صاحبتي علشان كده اتاخرت. قال لها انا هتصل بيها واقول لها تبطل رغي شويه. ارتبكت ميرا وضحكت عليه واتدلعت وقالت له انت وحشتني. ساعتها كريس نسي نفسه ونسي الدنيا باللي فيها. وتاني يوم مامتها اتصلت بيها وقالت لها بكره ثانويه ابوكي ولازم تروحي تقدمي القرابين وجوزك يستحمى في نهر غنجه، ودي طقوس بيعملوها حضرتك علشان روحه تتنقى وتترحم من العذاب. ولا اله الا الله. وفعلا سافرت هي وكريس على البلد وقابلت القسيس اللي كان بيشرف على مراسم الاضحيه، وجت اللحظه اللي المفروض ينزل كريس النهر فيها، وطلب من القسيس يغطس 5 غطسات، لكن وهو بيغطس اتفاجئوا انه كان بيغرق ومحدش كان عايز ينقذه. ساعتها القسيس طلب من المساعد بتاعه يندى على حد علشان ينقذه، ولما جت المساعده وفضلوا يدوروا في النهر ما لقيوش حد، وكريس فص ملح وداب. ساعتها الشرطه جت وسالتها عن اسمها وعنوانها، وقال لها الضابط ما تقلقيش يا مدام احنا هندور عليه بنفسنا، ولو في اي اخبار جديده هنعرفك. في اللحظه دي بنشوف ميرا الطيبه حزينه وبتعيط وتفكر في ذكرياتها الجميله مع جوزها المتوفي. وتاني يوم الشرطة كلمتها وقال لها الضابط انهم بقالهم 4 ايام الغواصين بيدوروا على جوزها في النهر، والنهارده عثروا على جثة وطالبين منها تيجي تشوفها. ولما وروا لها الحاجات الخاصة بجوزها اتعرفت عليها وفضلت تعيط قدام الشرطة والله انا صدقت لغاية هنا انها بتموت في دباديبه. والضابط قال لها الحاجات دي ممكن تكون خاصة بجوزك، لكن مش هنقدر نقول انه جوزك فعلا غير لما تيجي تشوفي الجثة بنفسك. وقال لها ان جسم الجثة بقالها 4 ايام في المية واكيد معالمها اتغيرت، وطلب منها تيجي المستشفى علشان تتعرف عليه. ولما راحت المستشفى ما قدرتش تتحمل المنظر، وقبل ما تمشي قابلها الدكتور وسلمها شهادة وفاة جوزها. وبعد فترة جالها موظفين شركة التأمين وطلبوا منها شهادة وفاته وبطاقته الشخصية. وبعد 6 شهور ظهرت ميرا الحقيقية، ابتدت تولع في كل لحظة قضيتها معاه، وبقت شيطانة بتحرق وتسخر من كل صورة اتصورتها وياه. واتصلت بالتليفون بعشقها وقالت له تعالى لي دلوقتي علشان حاسه بوحده، وقالت له في اخبار حلوه تعالى بسرعه علشان اقولها لك. وكان عشقها ماشي بالعربيه ورايح لها، لمح في اشاره المرور كريس جوزها وراكب موتوسيكل وبيبص له. لما نزل من العربيه ونادى عليه كان الموتوسيكل مشي. ولما راح لحبيبته وحكى لها قالت له بلاش تخاريف، انا شفت الجثه بعيني وما تقولش لحد الكلام ده نهائي لان الحيطان ليها ودان. قال لها يا ميرا انا شفته بعيني. قالت له انا اللي شفته بعيني وهو بيغرق وشفت جثته ومديت على شهاده وفاته. قالت له يا حبيبي كريس مات. قال لها ايه الاخبار الحلوه بقى اللي انت شوقتيني عليها؟ قالت له بكره هقابل موظف التامينات وهيسلمني الشيك وهنبقى اغنياء. فرح قوي حبيبها وقالت له اول ما ناخد الفلوس هنسيب البلد كلها ونرحل بعيد. وتاني يوم جه موظف التأمين وسلمها الشيك، وهم بيحتفلوا باستلام الفلوس اللي هتخليهم أغنياء انطفى النور فجأة، بقوا خايفين ومش عارفين مين اللي بيقفل وبيولع النور. وفجأة ظهر لهم شخص في الضلمة. حبيب ميرا قال له أنا هقتلك، وهو رايح يمسك فيه ضربه ضربة نزلته على الأرض. وبنكتشف إن جوزها عايش لسه ما ماتش. راح لميرا وقال لها هو انت فرحانة انك شايفاني عايش ولا انت زعلانة؟ انت انسانة قذرة، انا شكيت فيكي لحظة ما خلتيني ارمي اخويا بره بيتي، فاكرة ولا لا؟ وبنشوف لحظة ما اخوه كان بيفطر في بيت كريس وميرا حضرت له الفطار وقالت له لو عايز حاجة خدها من المطبخ انا داخل اخد حمام. واخوه بياكل ندهت عليه وقالت له هات لي الفوطة.
ولما راح يوديها اتبلت عليه انه بيتحرش بيها، والولد كان مستغرب وزقها وقال لها فوقي انت بتعملي ايه؟ انت مرات اخويا. ندهت على جوزها ولبست اخو تهمه هو ما عملهاش، وقالت لجوزها انها طلبت منه فوطه دخل الحمام وحاول يعتدي عليها. ساعتها الولد كدبها وقال له هي اللي مسكت ايديا وحاولت تدخلني الحمام، وهي تحلف وهو يحلف. فكريس ضرب اخوه، واخوه قعد يحلف له ويتوسل اليه انه مظلوم. طرده من البيت وقال له لو شفت وشك تاني هسلمك للشرطه. في اللحظه دي ضحك كريس بسخريه وبيقول لها برافو عليكي، حطيتي خطه ممتازه. اول حاجه بعدت اخويا عني وخليتيني لوحدي، وبعدين اتفقتي مع حبيبك الغبي وعطيته بخطه لقتلي، وورى لها فيديو كان مسجله وهما بيتفقوا عليه. الخطه انهم يخلوا حد جوه الميه يغرق جوزها وهو بيأدي الطقوس، فهيبان للناس انها حادثه غرق. سقفت ميرا للعقل مدبر ورحبت بالفكره. مين بقى الغطاس ده اللي ممكن يستحمل فترة كبيرة جوه المية؟ ونده عليه، ولما دخل قالت له ميرا هتقدر تنجح في انك تغرقه. قال لها اللحظة اللي هو هيدخل فيها المية هي دي لحظة موته، لان مفيش حد بيفلت من قبضتي. وقف الفيديو كريس وقال لها اللي كان بيتكلم ده وبيقول انه بطل غوص مات بين ايدي تحت المية، عايزة تعرفي ازاي؟ وبين محاولة قتله وانه اتغلب على القاتل ولبسه سلسلته والحاجات الخاصة بيه علشان لما يتحلل جوه المية يبقى صعب التعرف عليه. ساعتها كريس ورى لها فيديو بيبين انه غطاس ومعلم سباحة، والقسيس رفع عليه المسدس وكان عايز يضربه لكن انقذ اخوه، ورد بطلقة عورت ايد الراهب. وبص على مرات اخوه وقال لها ازيك يا غالية، انا عرفت حقيقتك من زمان لكن ما قدرتش اقول لاخويا لانه بيثق فيكي جدا اكتر من نفسه، لكن ساعة ما خليتينا نطرد من بيت اخويا بسبب كذبك بلغت اخويا عن كل افعالك القذرة. كنت عارف انه مش هيصدق ابدا، وعشان خاطر اخليه يصدق استأذنته اني احط كاميرات مراقبة في المبنى كله، وبعد كده فرجت اخويا على كل الفيديوهات اللي مسكتها عليكي. قال لها جوزها عشان كده قررت انك زوجة خاينة من الدرجة الاولى، وبعد كده خططت للعبة الكبيرة دي عشان كنت متأكد انت وعشيقك هتفكروا في اي حاجة تأذيني، وزي ما انت شايفة اللي فكرت فيه حصل. عشان كده قررت اعمل تأمين على حياتي بمبلغ كبير، وكل ده كان جزء من خطتي. وقالت له انت موهوم لان الشيك في جيبي وانت خلاص مت بالنسبة لي. ضحك وقال لها ما كنتش اعرف انك غبية بالشكل ده، الشيك اللي معاكي ما فيهوش امضة والشيك الاصلي في جيبي. قالت له انت خدعتني، وقال لها انت خدعتي نفسك. ايه رأيك يا عزيزتي في خطتي؟ ايه رأيك في الفكرة؟ قبل ما اعمل التأمين كتبت كل ما املك باسم اخويا، وخليته كمان الواصل الوحيد بعد وفاتي، وكمان بوليس التأمين كتبتها باسمه بعد وفاتي. وانت عامل لي فيها دور القديس وانت شيطان، المفروض تتكسف من اللي انت بتعمله. قال له سامحني انا مش عايز اموت، وراح لمراته وقال لها لو كنت عايزة ما تروحيش السجن اقتل الاتنين دول علشان ما يستحقوش العيشة، علشان لو ما نفذتيش اللي بقولك عليه انا عندي ادلة كتير هتوصلك للاعدام. وادالها المسدس في ايديها وقال لها بكل برود وسخرية انا بتمنى لك كل خير. وندى على اخوه وسابوهم ومشيوا، وهو بيركب العربية كان بيضحك جدا وفرحان بالانتصار الكبير. وبنسمع طلقتين من داخل البيت وبيبين ان ميرا قتلت الراهب وحبيبها علشان كريس ما يبلغش عنها، لكن كريس في النهاية بلغ عنها فعلا وسلم الشيك ورجع لحياته الطبيعية، ومكسب الاخ ما يتعوضش. وفي نهاية فيلمنا يا ريت تقول لنا في التعليقات ميرا تستاهل اللي حصل فيها ولا كريس كان قاسي عليها. وفيلمنا خلص لكن افلامنا لسه ما خلصتش. كل اللي بتمناه تكون استمتعت معايا بفيلم يكون يستحق المشاهدة، وان الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي. بشكركم. كان معاكم هاني فؤاد.